في دراسة مرة عجيبة قامت بها جامعة هارفارد. راقبوا تقريبا 720 شاب ما بين 20 و15 من العمر، نصفهم من طلاب هارفارد والنصف الثاني من أحياء فقيرة من بوسطن. الدراسة هذه بدأت من 75 سنة، راقبوهم وهم يكبروا. منهم من أصبح طبيب أو محامي أو فني في مصنع، منهم من صعد من الفقر إلى قمة الثراء، ومنهم من دمرهم الإدمان، ومنهم من أصبح رئيس أمريكا. بشكل دوري يقابلوهم ويسألوهم عن حياتهم ويفحصوهم طبيا. اليوم ما بقي إلا 60 مشارك على قيد الحياة، معظمهم في 90 من العمر. طيب إيش تعلموا من كل هذه الدراسات؟ وإيش سر السعادة؟ اكتشفوا أنه الثراء والشهرة والاجتهاد في المهنة تأثيرها بسيط ومحدود على السعادة. اكتشفوا أنه سر السعادة وجدت في الأشخاص اللي علاقتهم طيبة وحميمة مع أهلهم وأصحابهم ومجتمعهم. وجدت في الناس اللي تجتهد لإسعاد الناس. اكتشفوا أنه ما هو عدد الأصحاب بل نوعهم اللي يوقفوا معك وقت الضيقة. والوحدة هي اللي تقتل، والمسامح والشاكر والكريم هو اللي يعيش بسعادة. وأنهي هذه الحلقة بهذا الحديث الجميل.